سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون الرئيس الفرنسي في شارع الحسين وخان الخليلي وبيتمشوا عادي كده وسط الناس. انت متخيل واحد عادي واقف في محله بيبيع يلاقي الرئيس قدامه بيسلم عليه، لا وجايب له في ايده رئيس فرنسا رئيس دولة عظمى، اتنين رؤساء بيتمشوا عادي كده في وسط القاهرة، لا وفي شارع انا نفسي ما بعرفش انزل امشي فيه من زحمته، لا ومش كده وبس تاخده وتلف بيه في وسط حواريها وتعيشه في وسط ناسها. انت متخيل مصر تبقى امن وامان للدرجة دي في توقيت زي ده؟ ورغم كل اللي بيحصل والتصعيد والوضع الخطير اللي على الحدود مصر قادرة تحمي اي حد، لا وعادي حراسة عادية ومن غير أي تجهيزات قوية أو حظر تجوال. حتى الكل اتفاجئ إنه كان نازل اليوم ده. احنا اصلا شغالين عادي، كان يوم عادي طبيعي يعني، فاتفاجئنا يعني رسالة الرئيس قدامنا يعني، فاول ما طلبنا منه الصوره ما اتاخرش وقعد يهزر معانا ووقف معانا واتكلم معانا. رئيس واثق من نفسه، واثق من شعبه، واثق من بلده. دي مش مجرد زيارة بروتوكول عادية، دي رسالة للعالم بالكامل، احنا فعلا بلد الأمن والأمان. لا ومش بس بستقبلك وبحميك، ده أنا بخليك تتفرج على البلد اللي محدش يعرفها غير أهلها وبأدق التفاصيل، وتنزل وتتمشى وتعيش وسطهم كأنك واحد منهم عادي. دي أصلا صعب تتعمل في الأفلام أو المسلسلات، ده في الغالب لو اتعملت محدش هيصدقها. انت متخيل إن العالم بالكامل بقى بيتكلم عن مصر؟ ده في بلاد بتصرف ملايين الدولارات علشان تعمل لنفسها ماركتينج وسياحة وما بتوصلش الربع النتيجة اللي انت وصلت لها دي. وطلع الرئيس الفرنسي ماكرون بعدها وعبر عن فرحته وترحيب المصريين القوي ليه. بلد تقدر تأمن اتنين رؤساء في شوارعها وحواريها الشعبية تقدر تنسف أي حد يفكر يقرب لها. انت لو مش فخور من اللي بيحصل في بلدك الفترة دي يبقى انت عندك خلل، ولو على اللي بيحصل على الحدود الكل عارف ان احنا قدها وقدود.